الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيل للخليل بن أحمد الفراهيدي: يا أبا عبد الرحمن، أجننت؟ قال: ولم ذلك؟ قالوا: ذلك ابنك يقول بأن أبي مسه الجنون، حيث دخل عليه وهو يعزف على آلات الطبخ في المنزل ليدون علم العروض ويضع قانون بحور الشعر، فنظم هذه البيتين وهو يقول: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكنك تجهل مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. كثير من الأحيان الأفكار والأطروحات والمشاريع وكل ما نود أن نقوم به يموت في مهده، أو يخنق في ولادته، أو يوأد أثناء الخطوات الأولى، أو لأول صرخة من صرخات تلك الفكرة. لماذا؟ لأن قاتلي الطموح وقاتلي الأفكار كثر، والمستهزئين والمحبطين هم هذا ديدنهم. أي إنسان يألف الطبع أو الوتيرة التي يمشي عليها، كما هو جدول الماء يجري على هذا المنوال، تطلع الشمس وتغيب الشمس ويظهر القمر، وهكذا يسعى في يومه كأمسه كغده كأسبوعه كشهره، لا يتحرك منه غير الشيب وغير نحول الجسد أو زيادة الوزن. ذلك ديدن المتململ، ذلك ديدن المحبط، ذلك ديدن المستهزئ بربك. الفكرة التي تخطر في بالك أو المشروع الذي بين خلجات صدرك، أنت تراه فكرة، أنت تدرسه، أنت تفكر فيه، أنت تعيش معه وجدانا طويلا، فحين تنطق به أمام مستهزئ أو أمام محبط أو أمام إنسان لا يعلم ما تقول، يسخف ويحبط ويقول لك: دع عنك ذلك. فبالفعل قد تستيئس من ما أنت فيه، وفي ذلك هو مشروع حياتك، وذلك هو نجاحك، وذلك هو طموحك. فلا تلومن إلا نفسك. لماذا؟ لأنك لم تتحدث لمستشار أمين، ولم يخنك الأمين، بل ائتمنت الخؤون. يعني أنت تحدثت لشخص ليس هو أهل للمشورة، وتحدثت أمام ناس أو أناس محبطين. وإن تحدثت بعد أن ظهرت في عينيك تلك الصورة وتلك الفكرة، فاصبر، لأنها هي فكرتك، لأن الناس ليسوا أنت، لأن الناس وإن كانوا بالقرب منك، وإن كانوا يعيشون معك وجدانا وحبا وعاطفة، فهم ليسوا أنت، وليسوا مما يستوحون من فكرك وينهلون من فكرك. نعم، الفكرة توجد في الرأس عندما تتفاعل معها وتقلبها بين صفحات الكتب وبين عقول الناس، عقول البشر، وتستمزج الآراء والخبرات حتى تكون حقيقة وتكون رؤية العين بالنسبة لك،
فاصدع بما تؤمر. لماذا تنتظر المستهزئين؟ اصبر على ما يقولون، اصبر على مشروعك، اصبر على ما أنت عليه. فضع دائما نصب عينيك أفكارا وأهدافا ورسائل، لأنك في هذا العالم ذا هدف، ذا مشروع، ذا شأن كبير. لكن أنت من تميت طموحك، أنت من تستمع إذا أعرت أذنك إلى هؤلاء الناس وقد سرقوا منك الفكرة وقتلوها في مهدها، إذن أنت من ساهمت في قتل فكرتك. نعم، إذا كانت الفكرة ناضجة ووازنة وراكزة بإمكانك أن تتحدث عنها وتخبر بها وتصدع بها وتصبر على المستهزئين. واصبر على المستهزئين، نعم، ستكون أول عقبة أمامك عندما تتجاوز المستهزئين، سينظرون لك بنظرة الاحترام والإجلال. نعم، هكذا هو الخليل بن أحمد عندما دخل عليه ابنه وهو يراه على تلك الحالة، ولكن الآن الكل يقف على إشارة علم العروض. لا يمكن أن يتجاوز علم العروض، إما أن يكون هو محوره، بمعنى أن يبني شعره على علم العروض، يقتبس من فكرة علم العروض، يستمزج من علم العروض، ينهل من علم العروض وبحور الشعر التي تنسب للخليل بن أحمد. وإلى اليوم وإلى الغد هو ذلك اليوم لو استكان وركن وجلس عند أول مستهزئ ومزق كتبه ورمى بها عرض الجدار لما بقي لدينا علم العروض وبحور الشعر. فهي بحاجة إلى الصبر، ولكن من المهم أن تضع نصب عينيك أن ليست كل فكرة هي خامرة وظاهرة للعيان وقابلة للمداولة وقابلة للتنفيذ. تمر بمراحل. أنت لا تكن اندفاعية، لا تكن إنسانا لا يفلتر الكلام، لا يجعل لكلامه محطات يتأمل فيها. هل هذه مما تنشر هل هي فكرة صحيحة راكزة أم هي من مثل أضغاث الأحلام، هي وهم فقط؟ ذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بعد 40 وبعد أن بلغ ذلك السن الشريف الذي كان فيه مهبط الوحي عليه، وهو الصادق الأمين، وهو المعروف بكرم أخلاقه وبنبله وبكل صفاته الحميدة صلى الله عليه وآله، عندما هبط عليه الوحي وبلغ رسالته سرا عند أهل بيته، عند أقربائه وعشيرته الأقربين، عندما أخبر سيدتنا خديجة عليه السلام وعلي بن أبي طالب عليه السلام عندما استقبل ذلك الإسلام، وكانا هم الذراعين، الذراع الاقتصادي والذراع العسكري للإسلام حتى يصدع الإسلام. فكان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما صدع برسالة السماء جاءوه المستهزئين، فهبط عليه جبرائيل عليه السلام وقال له: يا محمد، إن السلام يقرأك السلام ويقول لك فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، حتى وصلت إلى أن الله عز وجل يقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وهو رسول الأعظم يضيق صدره بما يقولون. إذن ماذا أفعل يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا التفريغ. نعم، كل إنسان هو بشر يتفاعل وينفعل بالكلمات الذي يستقبلها، وهذا استهزاء، والاستهزاء يؤلم النفس، يؤلم
يحطم النفس من الداخل، لكن يوجد الدافعية الداخلية عند الإنسان عندما يدير وجهه ناحية القبلة ويرمي بطرفه نحو السماء ويسبح بحمد ربه، كما قالت الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. فأنت تأمل في هذه الكلمات، هل التسبيح بالحمد أم التسبيح هو الحمد، أو أنك تكون حامدا أن الله سبحانه وتعالى جعلك أهلا لهذه الرسالة، أي رسالة كانت، إذا جهزت في مخيلتك وجلست بينك وبين نفسك وكانت مما أمرك الله عز وجل في عين الله وداخل أوامر الله وتحت عين الله، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. أي مشرك، مشرك الهوى ومشرك حب الرئاسة ومشرك الخوف ومشرك الناس وأي مشرك المجتمع، فاعرض عن المشركين. إذا كنت أنت يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. هل دائما تتذكر كل نعم الله فتكون ذكرك وحمدك لله هو هذا التسبيح التنزيه لله سبحانه وتعالى، أم عندما تذكر الله سبحانه وتعالى بهذه اللفظ سبحان الله والحمد لله هو هذا تسبيح وهو حمد؟ فتأملها ما أروعها، وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.